السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي أخذ كورس الحجامة، اشتركت ودفعت وحولت وسجلت خلاص في الكورس هيبدأ خلال أيام. طلبي من حضراتكم مهمة جدا قبل بداية الكورس، في بعض أدوات الحجامة مهم تجيبوها علشان تعرفوا أماكن البيع فين وبتتجاب منين. لو احتجتوها يبقى أنتوا خلاص عندكم خبرة منين بنجيب الأدوات. الناس اللي في مصر طبعا موجود عند أبو الفدا، في كل حتة يعني فروعه موجود، وعن طريق الإنترنت لو بحثنا على الفيسبوك هنلاقي في ناس بتعرض أدوات الحجامة هتوصل لكم عادي. فالموضوع بسيط. هعرض عليكم دلوقتي حاليا بعض الادوات، فمهم تجيبوها علشان لما ابدا الكورس في حبه حاجات هطلبها منكم تعملوها بالادوات. والادوات بكل بساطه يا جماعه، اهم حاجه يبقى عندنا الجلافز الطبي اللي احنا هنستخدمه. الجلافز بتاعنا يا جماعه وكل واحد طبعا له مقاس، في مقاس ميديم، في مقاس لارج، في مقاس اكس لارج، كل واحد حسب يعني حجمه. نيجي لاهم نقطه وهي كاسات الحجامه. كاسات الحجامه يا جماعه بتكون مقسمه من مقاس رقم 1 لمقاس رقم 6. كل مقاس بيكبر ويزيد في الحجم عن التاني. يعني مقاس رقم 1 زي ما انتم شايفين بالحجم ده مقاس رقم 1 صغير، بينفع للاماكن الضيقه مثلا جنب العين، جنب الانف، للجيوب الانفيه. الكاسات دي بتبقى صغيره بنحطها على الانف. بيكبر بقى مقاس رقم 2 اكبر شويه، مقاس 3 اكبر شويه في الحجم، مقاس 4 مش موجود معايا حاليا ما بستخدموش كتير، ده مقاس 5. مقاس 5 اكبر، وفي مقاس 6 برضه ما بستخدموش لان 5 و6 قريبين في الحجم مع بعض. انا بستخدم دايما 5 و3 و4 برضه قريبين في الحجم مع بعض. انا بستخدم برضه مقاس 3. الكاسات لما نجيبها احنا هنجيب كيس واحد مقاس رقم 5 او 6، 5 براحتكم يعني 5 و6 عادي. كيس واحد، الكيس فيه 10 كاسات. ومهم نجيب برضه كيس مقاس رقم 3، الكيس برضه فيه 10 كاسات. اما مقاس 1 و2 دول مش هنستخدمهم كتير طبعا، لكن مهم برضه يكون معانا منهم كاسات. فاحنا هنجيب مع الكاسين دول في علبه فيها شفاط، لان الشفاط ده مهم يكون موجود، بيكون فيها شفاط. الشفاط ده بيكون معاه 6 كاسات، يعني هي علبه فيها شفاط و6 كاسات من كل مقاس كاس واحد. يعني بيحط لك كاس واحد مقاس 1، وكاس تاني مقاس رقم 2، وكاس مقاس رقم 3، وكاس مقاس رقم 4، وكاس 5، وكاس 6. بيحط لك من كل حجم كاس واحد. فانت برضه هتحتاجها، لان مثلا لو حبيت اخليك تمسك الكاس رقم 1 واعلمك بتشفط بيه ازاي وتحطه ازاي، فمهم برضه يكون عندك كاس او 2 من نفس الحجم. مهم كمان يكون معانا كحول طبي نستخدمه. انا حاطط الحاجات البسيطه. ومهم جدا طبعا وضروري اللي هو المشرط. المشرط ده يا جماعه فيه نوعين. اول نوع وهو المشرط الطبي، طبعا ده الافضل والاحسن. والمشارط الطبيه يا جماعه بيكون لها مقاسات كتير قوي. اهم مقاس والحجم اللي احنا عايزينه مقاس رقم 11. ليه مقاس رقم 11؟ 11 ده بيبقى له سن كده يعني مدبب، بتعرف تخربش بيه بكل سهوله، تمام، وبيكون امن جدا. البديل بتاعه اللي هو الموس العادي، وتقريبا بنسبه يعني 95% او 99 كمان من الناس بيستخدم هذا الموس. فاحنا هنشرح الطريقتين بحيث يبقى عندكم كل الطرق، والافضل لكل حد يستخدمه. لكن طبعا المشرط جميل ومهم جدا، واحنا طبعا هنتعلم بالمشرط، لكن هشرح لكم كل الحاجات واعلمكم كل الطرق بيتم استخدامها ازاي. والناس اللي حابه تشترك بكورس الحجامه يا جماعه يدخلوا على صندوق الوصف، في رقم واتساب تواصلوا معاهم عن طريق الواتساب، عن طريق رسائل، وقناه التليجرام اللينك بتاعها موجود. ادخلوا عليها وانضموا قناه التليجرام. هتلاقوا برضه احنا بنحط تفاصيل الكورس هناك، هيتلغي العرض الموجود، فاستفيد بالعرض واحضر الكورس. وهو مهم جدا، هيفيدك في حاجات كتير قوي. يعني يكفي اول لما تبقى قاعد مع حد كده وتلاقي عنده مشكله فتقول له هات بس الكاسات وانا اعمل لك الجلسه، تاخد ثواب عليه. حتى كمان اهل بيتك لو حد عنده مشاكل في خشونه الركبه، مشاكل في الم الرقبه، العظام، ايا كان، مفيد جدا. يكفي قوي انك ممكن تلحق انسان من انه يجيله جلطه، لان الحجامه انقاذ للجلطات. شكرا لكل شيء. حلقه اخر، اتمنى حاجه سعيده. اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.